عماد الكارتي اللاعب البديل، ثم لحمزة الموساوي، طويلة من جانب الموساوي، مرة أخرى مغربية ممتازة. هذه المحاولة للأمام، عبد الرزاق قد يمر، يأتي بكرة هذه، الله 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 الله، أنا لا أقوى على ذلك يا مغرب، لا أقوى على ذلك يا مغرب. الله على الأسود، أول العابرين إلى المباراة النهائية، أول الواصلين إلى المشهد الأخير، إلى الليلة الأخيرة المنتظرة، إلى النهائي الكبير. نعم يا سادة، المغرب بضربة ثانية وبوصول ثاني، ضربة وأي ضربة. نعم، الله الله الله. إخوتي هيا للعلا سعيا، نشهد الدنيا، أن هنا نحيا، أن هنا نحيا. الله 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 على المغرب، على ضربة ثانية، على روعة المغرب، على وصول المغرب، على سحر المغرب، على عرض المغرب. الله على الكرة، على الروعة. إنها المحطة المهمة بالنسبة للمنتخب المغربي. إخوتي هيا للعلا سعيا، نشهد الدنيا، أن هنا نحيا، أن هنا نحيا. نعم يا مغربي، يصل المنتخب المغربي ويعبر بهذه النتيجة إلى المباراة النهائية. يفعلها المنتخب المغربي، كان متزنا وكان رائعا في شوط المباراة الثاني. أشرف المهداوي، أنت المشرف على السعادة، المشرف على الليلة المغربية الكبيرة، بضربة ثانية، بعرض مميز، بصورة رائعة. أنت تعبر بهم إلى المباراة النهائية، أنت تجعل من المغرب الطرف الأول في المباراة النهائية. هل تسمعني يا صاحب الرداء الأخضر يا أيها السعودي؟ هل تسمعني يا صاحب الرداء الأبيض يا أردني؟ المغربي أول الواصلين وأول العابرين إلى المباراة النهائية. هذه محاولة رقميا، أول الواصلين، أول العابرين، لكنها كرة القدم لا نعلم عن تفاصيلها شيء على الإطلاق. هذه كرة وصلت سهلة لمهدي بن عبيد. هذه الصورة وهذه الملامح التي لا تحتاج إلى تعليق في هذه اللحظات. الله على المباراة، الله على المنتخب المغربي، على الذكاء، الخبرة، الحنكة، هذه القدرة على جر المباراة بهذا التوازن، عدم الاندفاع للأمام، استنفاذ الوقت، وبعد ذلك الحصول على هذه الكرة التي كانت عن طريق عبد الرزاق حمد الله. أول ما تحدث منذ لحظات أن المغرب محظوظ بلاعب بقيمة هذا اللاعب، أن المغرب محظوظ بوجود نجم بهذه القيمة، عبد الرزاق حمد الله. خطأ للإمارات، هذا هو الحال بالنسبة للمباراة. بالنسبة محمد جمعة يأتي بديلا. هذه الأهداف التي سجلت، ضربة راسية، وبعد ذلك الكرة من جانب أشرف المهداوي، كريم البركاوي الذي يهدى المغاربة هذا الفوز وهذا المكسب بضربة الأولى. وبعد ذلك أتى أشرف المهداوي الذي سجل في هذه اللحظات. أهداف المغرب طريق لاعب أساسي، لاعب بديل. هذا أمر يحسب للسيد طارق السكتيوي المدرب المغربي. كرة إذن للإمارات، محاولة من اليسار عن طريق ريتشارد الكنور. العودة للإمارات الآن، مباراة فيها ثالث أو فيها هدف للإمارات. ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ إنها وضعية صعبة للأمام للإمارات. هذه كرة لصالح من اليسار، علي في محاولة عن طريق ريتشارد أوكونور بكرة من الخلف لمنتخب الإمارات. لحظات صعبة طويلة للأمام، وصلت إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، هي إلى ركلة مرمى للمغرب. جماهير المغرب ومدن المغرب، هذه كرة عبد الرزاق، روعة عبد الرزاق، أشرف المهداوي، والكرة التي سقطت هنا بل تهادت بهذا الشكل والروعة. يا سلام، الله 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 يا أشرف، الله. روعة في التصويب، روعة في الإنهاء في الزاوية البعيدة. أشرف المهداوي، يا الله يا الله يا برونو. يبكي هنا برونو، كان يريد أن يعبر بالأبيض إلى المباراة النهائية، ولكن في نهاية المطاف فعلها المنتخب المغربي وعبر إلى المباراة النهائية. وكيف هي الأجواء وكيف هي حالات الفرح
في المغرب، في الرباط والدار البيضاء ومراكش وفاس وطنجة وأكادير وتطوان ومكناس والعديد طبعا من المدن المغربية. هذه الكرة للأمام الآن، تصل المغربية، ربما فيها ثالث، كرة من اليمين، المحاولة للمغرب، مر بصورة ممتازة، الله على الكرة، على المحاولة، الله الله الله، بالثلاثة يا مغرب، بالثلاثة إلى المباراة النهائية، إلى اليوم الكبير، إلى الليلة الأخيرة. المنتخب المغربي بمنتهى الإبهار، بمنتهى الإقناع، إلى النهائي وإلى المباراة النهائية. ضربة هذه المرة من الكبير، من عبد الرزاق حمد الله الذي وصل، ويا له من وصول، عبر، ويا له من عبور، سدد، ويا لها من تسديدة سكنت المرمى. أولم أقول لكم بعد الهدف الثاني للمغرب أن هناك ضربة، هناك كرة، هناك هدف، إما للإمارات أو ثالث للمغرب، وكان ثالث للمغرب. ضربة، وأي ضربة، لكن البدلاء يا جماعة، البدلاء من صنعوا الفارق في لقطة وفي كرة، في محاولة بدأت عن طريق وليد الكرتي وانتهت هنا مع بولوكسوت، ثم عبد الرزاق حمد الله الذي أعاد الفرح. منذ لحظات شهدنا فرحة لهدف المباراة الثاني، لكنها الآن فرحة الوصول وفرحة العبور إلى المباراة النهائية بالنسبة للمغرب. يا الله على ليلة كبيرة من جانب المنتخب المغربي، النموذج الذي لطالما تحدثت عنه. افرح يا